كده زمن التقاطر هيوصل ل3 دقايق بعد ما كان 9 دقايق او يعني اكتر شويه دلوقتي. ده بقى هيعمل ايه؟ هيقلل من الزحام المروري في اسكندريه. لو مهتم بترام الرمل وعايز تتابع مشروع تطويره وكل اللي بيحصل فيه، الحلقه دي هلم لك المشروع كله من اوله لاخره، وهبدا لك من اخر واحدث الاخبار اللي موجوده فيه علشان ما اضيعش وقتك. بس لو مهتم بكل اللي بيحصل في اسكندريه فده مكانك الصح. تقدر تتابع صفحتكم تركايه وحكايه، وانا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدا. خلال معرض ومؤتمر النقل الذكي اللي نظمته مصر من ايام، اعلنت شركه هيتاشي اليابانيه والمتخصصه في السكك الحديديه انها فازت بعقد تطوير اول ترام حديث في افريقيا كلها بالتحالف مع شركتين مصريتين، شركة حسن علام وشركة المقاولين العرب. معروف ان اتجاه مصر في الفترة الأخيرة للمشروعات الكبيرة ان يتم تنفيذها بأيادي مصرية، ده علشان النتائج الإيجابية الكتير للقرار ده، زي مثلا توفير فرص عمل. المهم ان مشروع الترام هيقوم بتنفيذ المراحل الإنشائية والمدنية من خلال شركتين مصريتين، وهما شركة حسن علام وشركة المقاولين العرب. اما شركه هيتاشي اليابانيه والمتميزه في تكنولوجيا نظم السكك الحديديه هتنفذ الانظمه التكنولوجيه لترام الرمل، زي مثلا نظم الاشارات والتحكم وغيره، وده علشان الترام يتحدث ويتطور وسرعته وطاقته الاستيعابيه تزيد جدا. ترام الرمل من المعالم التاريخية في محافظة اسكندرية، ويمكن يكون أقدم ترام في أفريقيا والشرق الأوسط كله. يرجع تاريخه ل 1863، يعني مثلا عدد السكان دلوقتي زي عدد السكان وقت الخديوي عباس حلمي الثاني. يعني مثلا الخدمات اللي موجودة زي المدارس وغيره اللي محتاجين نركب ترام الرمل علشانها، زي الخدمات اللي كانت موجودة سنة 1863. الترام بيتجدد بطول 13.2 كيلو متر في 24 محطة. هيتم تركيب نظم اتصالات وإشارات متطورة، مركز تحكم حديث لتشغيل الترام، نظام إشراف ومراقبة، ونظام مراقبة بالكاميرات، أنظمة معلومات للركاب وتحكم في الدخول والخروج. يعني الولاد اللي بيتشعلقوا دلوقتي واللي بيقفوا على البيبان وهي مفتوحة، الكلام ده هينتهي تماما. كل ده هيؤدي ان زمن الرحلة هيقل من 60 دقيقة دلوقتي ل 35 دقيقة بعد التطوير، لأن السرعة هتزيد من 11 كيلو متر في الساعة ل 21 كيلو متر في الساعة. كده زمن التقاطر هيوصل ل3 دقايق بعد ما كان 9 دقايق او يعني اكتر شوية دلوقتي. القدرة الاستيعابية للترام هتزيد 3 مرات، يعني هتقدر تنقل 13800 راكب في الساعة الواحدة. ده بقى هيعمل ايه؟ هيقلل من الزحام المروري في اسكندريه. تخيلوا بقى معايا كده ان 3 اضعاف اللي بيركبوا الترام دلوقتي هيلاقوا وسيله نقل جماعيه نظيفه متطوره تنقلهم بسلام. قولوا لي بقى مين اللي هيكون واقف في الشارع لسه ومش لاقي وسيله مواصلات تنقله؟ ده غير فرص العمل المتطوره اللي هتتوفر للشباب بعد تشغيل المشروع نتيجه نظم الاشارات والتحكم والنظم التكنولوجيه اللي هتكون موجوده ومش موجوده في الترام دلوقتي. مشروع مهم جدا محافظتنا محتاجاه دلوقتي. ده غير مشروع المترو اللي بيتم تنفيذه حاليا سواء في مرحلته الاولى او مرحلته الثانيه اللي تمت دراستها. كل ده هيفرق في شكل النقل الجماعي في محافظه اسكندريه قريب جدا. حابب اسمع راي حضراتكم في التعليقات، وتابعونا علشان دايما تشوفوا وتعرفوا كل جديد في اسكندريه. اخوكم مراد محمود. وآتاكم من كل ما سألتموه